من بين اسهل والات السندويتشات اللي ممكن توجديها في العشاء او في اي وقت، كتجي لذيذه ورائعه وناجحه جدا. نبداو بخبز الساندويتش اللي غادي نديرو فيه 5 الكيسان ديال الدقيق اللي هي 500 غرام، مع معلقه كبيره ديال خميره الخبز والسكر والملحه على حساب الذوق، كاس ديال الحليب. كان عندي الصراحه هنا الحليب بارد لانني غادي نضيفه، وغادي نضيف كاس ديال الماء سخون. غادي نعجن بالماء والحليب. ممكن هنايا تعوضوا الحليب بالياغورت. غادي نخلط شويه بشويه ونضيف تقريبا 2 معالق كبارين ديال الزيت النباتيه. كنحصل على واحد العجينه اللي شويه مرخوفه، ضروري تكون بهذا القوام اللي كتشوفوا معايا. نخليها غير واحد شويه وكنرجع ندلكها بهذه الطريقه غير من التحت باش كتجانس المكونات وما تبقاش هكذاك محبه. غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها كتختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها بحال هكا. نديكازيها ونقسمها على 10 ديال الاجزاء اللي كيكونوا متساويين. هنا من بعد ما فرغتها من الهواء، واحد شويه ديال الزيت على سطح العمل باش ما تلصقش بلا ما ديروا الدقيق. كيف قلت لكم نقسمها على 10 الكويرات، تقريبا كل كويره درت فيها من 90 حتى ل 94 غرام. غادي نقادهم كويرات كاملين بنفس الطريقه وبنفس الحجم. هذا الا بغيتو توزنوهم راه ماشي ضروري، غير بزاف كيسولوني على شحال درتي فيهم. كنوجد اللاطه اللي كنفرجها بابي كويسون وكنقرص الخبيزه ديالي ونديها بهذه الطريقه حتى الاخر، ونجمع الطرف الاخير نجمعوه بهذا الشكل، نحربلها. وهذيك الطيه اللي طوينه هي اللي كنديروها من الاسفل، كنديروهم في اللاطه بعدين على بعضياتهم لانهم مازال غادي يخمروا. درت معكم هنا وحده اخرى باش تشوفوا بزاف شحال مره درت الخبز ديال الساندويتش وكيسولوني واش كتقرصيه بزاف. بطبيعه الحال ما كنقرصوش بزاف، راه ماشي المشكل تما، المشكل في الخبز فاش كنلويوه بحال هكا. السمك ديالو كيجي شويه عالي، ولكن هذا ما كيجيش عامر نهائيا بقوه البابه، غير ما تخليوش يخمر بزاف. وحتى الحليب كيساعد في هذه العجينه تجي طريه وما يجيش فيها هكا الخبز مدقس. غادي نحطهم كاملين كيف قلت لكم في اللاطه، وهذاك الطيه كنديرها من الاسفل. هنا ما قرصتهم حتى شي حاجه لان العجينه مرخوفه غادي تسيح ما غاديش تطلع، فهمتوا؟ ما غاديش تنفخ بزاف. كندهن شويه ديال الحليب، ممكن غير الماء وشويه ديال السميده، وناخذوا اما موس او لا زيزوار، شي حاجه اللي كتكون ماضيه. وكنديروا شريطات للتزيين وكيبقى طبعا اختياري. مولفه كنفتحهم في الوسط وندير الزنجله. اليوم درت غير السميده وكنفتحهم بهذه الطريقه بحال اللي كنشلوهم على برا، نغطيوهم ونخليهم كيختمروا. المره الثانيه طيبوهم على نار متوسطه ولا الفرن سخون بزاف ولا 10 ديال الدقائق كتكون النار 200 درجه، ومن بعد نقصوا. خديت مقله درت فيها الزيت وثلاثه الحبات ديال البصله حتى نزلوا، شويه ديال الطريفات ديال الهبره ديال اللحم حتى قطعتها رقيقه. زدت البزار والملح، ما بالكمش هنايا في الخل والصوجه باش كيطريو لينا هذاك اللحم. ضروري من درنا اللحيمات ماشي دجاج، ضروري من نغطيو عليه باش كيطيب لينا وكنخليوه كيتشرب. من بعد خرجت الخبز ديالي غطيته بالبابي كويسون، وهذا هو اللون اللي خدا، وهذا هو الشكل ديال الخبز تماما بحال ديال المخبزات او لا احسن. راه ما عامرش بقوه العجينه لان العجينه مرخوفه كيف قلت لكم كتسيح ما كتطلعش. حتى كيبرد لينا عاد وكنفتحوه باش ما نعجنوش، من كيكون سخون كيتعجن، وكتعمروه بديك الحشوه. غادي ناخذ هنايا خليط من المايونيز والكاتشوب وشويه د الحار. غادي ندهن الخبز، ندير الخس وندير الحشوه ديالنا حتى لي فخيت كيكونوا طايبين في الفران اولا مقليين كيجيو في هذا الساندويتش. انا تخليت عليهم في هذه الوصفه صايي. وغادي ندير بصله ومطيشه وهكا كيكون الساندويتش ديالي واجد. كيجي رائع جدا جدا، كيجي لذيذ بزاف وكيشبع وكيطلع لنا ارخص بزاف من على برا. عرفتوا اليوم السندويشات غاليين غير من 20 درهم الفوق، شي حاجه اللي ما كتشبع ما هي بنينه. كنتمنى فعلا انكم تجربوا هذا الساندويتش. ممكن تعوضوا هذاك طريفات ديال اللحم، طريفات ديال اللادانت او الدجاج وطيبوهم بنفس الطريقه غير ما تغطيوش عليهم وكيطيبوا على نار عاليه. شوفوا اللوين ديال السندويشات كيفتح نفس الماكله. فكنتمنى فعلا انكم تجربوهم بطريقتي، وخليوا لي تعليقاتكم وانضموا لحسابي الا عجبتكم الوصفه باش ديما توصلوا بكل جديد. هنا الا بغينا ناخذهم معنا للبحر او نحتفظوا بهم في الثلاجه راه كنديرهم في البابي الومنيوم، وهذا هو الشكل ديالهم.